الجزائر والإمارات في علاقات متوترة دبلوماسيا دائما من بداية 2020 إلى غاية 2024. آخر خرجات للإمارات المتحدة أنها حاولت تشتري هذه الشركة، أسهم هذه الشركة الإسبانية ناتورجي. هذه الشركة عندها اتفاقية طويلة المدى مع الجزائر إلى غاية 2032، والجزائر كما على بالنا وفق خط الأنبوب اللي يربط الجزائر بإسبانيا اللي يدخل على ألميريا. الشركة الإسبانية العملاقة هذه اللي اسمها ناتورجي عندها العديد من المساهمين. الإمارات دخلت في مفاوضات مباشرة مع العديد من الشركاء لهذه الشركة الإسبانية، وحاولت تشتري الأسهم الإسبانية وتعود مالك الأول والحصري لهذه الشركة الإسبانية. والجزائر بدورها شافت إذا استولت الإمارات على هذه الشركة الإسبانية أكيد راح تهدد المصالح الجزائرية، والعلاقات الجزائرية الإماراتية كما على بالنا علاقات متوترة تماما. الإمارات دخلت في مفاوضات مع 3 شركاء أساسيين في هذه الشركة الإسبانية. الشركة الأول هي شركة CGC اللي تملك أكثر من 20% من الأسهم في هذه الشركة، والشركة الثانية هي شركة GIB. هذه الشركة حتى هي تملك أكثر من 20%. وأكبر شريك مهم في هذه الشركة الوطنية الإسبانية للغاز والطاقة هي شركة كرايبيترا. كرايبيترا عندها أكثر من 26.7% من الأسهم في هذه الشركة، وهي المحرك وهي اللي تقلب الموازين إذا ما باعت أسهمها للشركة الوطنية لأبو ظبي اللي تسمى طاقة. هذه الشركة دخلت في مفاوضات مع 3 شركاء في الشركة الوطنية الإسبانية، وتحاول تستولي على هذه الشركة اللي قلنا باللي عندها عقود طويلة المدى مع الجزائر. والجزائر بدورها شافت أنه تهديد للجزائر وتهديد لمصالح الجزائر، وعلى هذا سارعت وبلغت إسبانيا أنها لن تقبل بمثل هذه العروض وبمثل هذه المفاوضات، بل أخص مع دولة الإمارات. كما قلنا أنه الإمارات مع الجزائر علاقات متوترة دائما. لكن نهضر على جانب مهم، أنه إذا الجزائر منعت على تصدير الغاز إلى إسبانيا ولا الدول الأوروبية عبر هذه الشركة الإسبانية أكيد راح تسلط عليها عقوبات شديدة جدا من الاتحاد الأوروبي ومن إسبانيا وحتى من أمريكا، وتجيها تهديدات من الدول الغربية راح تهدد الجزائر وراح تحطم الجزائر. ولهذا وجب على الجزائر أن تتعامل مع هذه الأزمة بأكثر حنكة سياسية، لأن الجزائر دولة بترولية وتعتمد في صادراتها على المحروقات بأكثر من 95%. وكما رانا نشوفوا في الساحة السياسية العلاقات بين الجزائر وإسبانيا علاقات متوترة، وإن شاء الله القيادة الجزائرية تكون قيادة حكيمة وتتصرف في هذا الملف بما يخدم المصالح الجزائرية. وأكيد التهديدات الإماراتية هي تهديدات خطيرة جدا، وتهديدات قد تضر بسمعة الجزائر وباقتصاد الجزائر وبأمن الجزائر إذا ما دارتش ردات الفعل الجزائرية تكون قوية لتوقف أي دولة تهدد أمنها وتهدد سياستها وتهدد اقتصادها بالدرجة الأولى. والسلام عليكم.